يفهمكم الكلام ده عشان ما تمشوا المحكمه وانتوا تقولوا في كلامكم اللي بودي لابجيك ده. امير ده بيحكي لك قصته تفتي فيها شرح. قصه شنو؟ يا شيخنا اصلا انا الدكان ده مما قمت قاعد فيه وشغال فيه. سمع. ابوي مات قبال جدي الله يرحمه. الله يرحمه. اي وبحياتهم الاثنين الله يرحمنا الاثنين. جدي قام وهب الدكان ده لابوي بحياته. كلام سمع. هسي قام جاء عمي هنا قام قال لي لا ده داخل في الورثه وتطلع لنا من الدكان وعمل معي غلبه وجوطه وهسه انا ما بخليه، يعني هسه انا ما بخليه اصلا لانه هو يعني شاكرني. كذا صلى على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اول حاجه جدك ده وهب الدكان ده لابوك في حياته. سمع سجل وطلع لي شهاده بحث. والله يا شيخنا الزمن ذاك لكن ما طول، انا كنت يعني صغير. المهم نيل النار. سجل له شهاده بحث ولا ما سجل له؟ لا ما اظن. سمع جدك ده طلع له ورقه بالمحامي موثقه مختومه ختم المحامي انه وهب القطع دي لابوك. لا طيب هنا ده في شاهد، شهود اثنين يشهدوا انه جدك وهب القطع دي لابوك فيه. في شاهد واحد. وين الشاهد الواحد؟ هذا ايوه اسمه ده بدر الدين. يا بدر الدين. بدر الدين انت تشهد انه كنت شاهد ساعه جده وهب الدكان ده لابوه. هاي ما عزبة خليل تتذكروا؟ عزبة خليل بتتذكروا؟ ابو خليل لما بيت خليل بيت خليل هاي ما له بيت خليل ما جلس عبد الله هاي وانا كنت قاعد كان هو قال له. طيب هسه انت عمرك كم سنه هسه انت؟ عمري كم سنه؟ والله ما بعرف كثير كم يعني؟ يمكن كان 90 كان 20 ما بعرف كثير. كان 90 كان 20. هاي طيب ادينا ضانا. يا اخي احنا ده شوي مضطرب، يعني الكبر مؤثر فيه قد يكون الخلف المبكر، شهادته ما محتمله. لكن زمان يا شيخنا ما كان كويس. لا زمان احنا زمان ده ما دبره بس عزول ده كلام مضطرب. اقول له عمري 20 سنه ومرات يقول 80 سنه. زول ده معلش الخلف المبكر فيه. يعني هسه يا شيخنا الدكان ده ما حقي؟ طبعا ما عندك اول حاجه جدك ما عندك شهاده بحث، جدك ما مطلع شهاده بحث ولا ورقه معتمده بمحامي موثقه مختومه ولا في شاهدين، والشاهد الواحد ده مضطرب يعني فيه شويه خرف. الناس الحله ده كلهم عارفين ان انا قاعد هنا زمان. الحله ده عارفين لكن ما مسجل الحق ما معروف. انت النصيحه اللي بقولها لك انت شو عمك ده وجيب لك جاويد وكده قاعدهم كده يتفاهم، انت ما تصير على الدكان حقك لانه الحقيقه ما في حاجه تثبت، والزول ده شهادته ما قدام المحكمه غير محتمل. يعني الزول مرات يقول لك عمري 20 سنه مرات 90 مرات 80 وما مركز ودخل مره في الخط، المره دي اللي شنو ما دخل معناته الزول ده عقله مضطرب يعني معلش. هسه انت تلم الجاويد وتحنز عمك ده، حتى كان اداك اياه هنا بالنص اداك الربع واداك نص اقبل ما التلت ولا كتلت. سمع كتر خيرك يا شيخنا. الله يبارك كتر خيرك. الله يعافيك. والله يا مولانا اي يعني عندنا موضوع صغير كده داير لنا فيه فتوى. كويس. عندنا بنتنا ساره دي ايوه زوجها الناس كلها في الحله هنا بتقول هي لابسه خاتم في اصبعها. ايوه من شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ده حرام قطعا ان الزول حتى هنا. وبعدين ده الدجالين يستخدموا السحر، والسحر ده ما له علاقه بالقران خالص، ده كلام طلسم وطقوس وحاجات كده وخيوط وعروق وحاجات كده ما فيها ما الا الزول اللي بيستخدم السحر. واللي بيستخدم السحر ده خارج من المله خالص، لانه عند الائمه الثلاثه الامام ابو حنيفه الامام مالك الامام احمد بن محمد نصوا على ان المسلم اللي بيتعلم السحر ويستخدم السحر يكون كافر خارج عن من المله ويقتل كفرا لا حدا. ده مصيبه كبيره. مصيبه والله. مصيبه ما بتسمع الكلام. الا ده كلام غلط. هسه مطلوب منك اول حاجه كده صل على النبي. مطلوب منك اول حاجه تستغفر استغفار شديد وتتوب توبه نصوحه. والسحر ده كان ورقه كاتباها تحت المخده ولا خدتها في الدولاب ولا داسها بجاي تمسك الورقه دي تقطعها حته حته وتبلها في كوز بتاع مويه لغايه لا تصبح تقطعها وتكشحيها كده وتستغفر وتتوب توبه نصوحه
وتاني ما تمشي، ما نصيحه ليك ولغيرك انه ما نمشي للدجالين دي، الزول ما يمشي للدجال عشان يقرب عقيدته. ايوه صحيح. الزول ده مهما عمل من المعاصي مات على الايمان بالله والتوحيد بالله، وما بيعتقد في الدجالين ولا بتاع السحر والشعب ده، حتى ان بقى دخل النار يطلع النار يدخل الجنه، لكن بيمشي للسحر ده خرب عقيدته حيتخلد في النار. ايوه يا شيخنا. هسه الطيب ده يا شيخنا انا كلمته ما بيسمع الكلام. في مره في الحيله هناك قال داير على رسابته، قال لي بمشي اعمل لي عمل بجيب تحبه. بالله الكلام ده غلط. انت ما لك لا تحبه شنو؟ لا انت يا اخي غلطان يا ما اخي. قصدتك دي، ما قصدت شنو يعني؟ هي اقول لك حاجه، هي ذاتها المرة دي ذاتها، البنت دي ذاتها اقول لك حاجه، هي دايراني. طيب انت متزوج والله ما متزوج؟ هو انا زمان اتزوجت. لك انا زمان اتزوجت. اي وطبعا تمشي ليه عشان هي تعمل عشان تعرزك يعني. خلي عندك منطق وحنك، ما بتعرف الحنك انت. هوي لا يا شيخنا، لا انا بخاف من الناس الحله دي. ما الحين ما عندي حنك، ما بعرف اعمل الحنك، وهم دول بيعملوا الحنك وانا زول بتاع السحر. لا انا بخاف. الشيخ حسن قال لك ده سحر وعمل قال حرام. اقابلها كيف يا اخوان؟ قال خلها يا اخي. انت ما تمشي بالتي هي احسن يا بنت الحلال. لا كلف ليك زول يعرفها. انت ما كلف ليك زول يعرفها يا اخي. عمي فلان ده دار يعرسك على كتاب الله وسنه رسول. نعم. قبلانا والله ما قبلانا. ابد يا شيخ. هي ما ابد يا شيخ. انا سالتها ابد. قالت شعراي ما دايره. هو داير يمشي اقول بالله يفرنبه هو داير يمشي للدجال يكتب لي ورقه عشان عاد الكلام اللي عاود ده يا اخي. غلط خالص. اي انا داير اقول لك شنو؟ انا في الاول يعني ما كان قصدي انه انا اعمل حاجه تضره يعني. سامع. لكن شنو قلت هو بيجي متاخر وبيجي سكران وما بيشتغل بالاولاد وما بيدينا قروش زي الناس، قلت كده يعني امشي اعمل حاجه اخليه يسمع الكلام بس ان شاء الله كده. لا ده غلط خالص خالص. ما كان تمشي للدجال ولا شيء ولا تخربي عقيدتك وتخربيه. النصيحة زي اللي قلت ذكرت فيه الحاجات دي ما بيسمع كلامك وما كده. أكن قعدت قدامه كده ضحكتيه ونستيه وكده ما بيبطل الحاجات دي. تقعد تدردش معاه وتضحكي بيجات ونسي بيجات. لكن يا شيخنا هي طوالي صار وشع واللبن ما في والسكر ما في والغاز ما في عليك لا الشيخ. لا كلام غلط. المرأة خذي بالك النيل النار. المرأة تقدر على الراجل ما يقدر على المرأة. هسه انت المرأة تقعد جنب راجلها كده تقرقر عليه وتقرص بيجاي تتونس بيجاي. صحيح خلاص المرأة شاطرة. بدل ما تمشي لدجال قاعد تتونس معاه دردش معاه يبطل كل الحاجات دي. صح والله كلامك صح. في سؤال ثاني يا شيخ. يعني مصطفى ده في رمضان ده يدس السكر يبيعوا لنا بالغالي. الكلام ده كيف؟ لا كلام لا قلنا لك غلط. قلنا لك غلط. انا قاعد امشي اشتري بالغالي وبتعب فيه وبجي هناك باخذ له يا شيخنا يعني هامش كده ربح شويه كده يعني. هو هسه كلام قاعد ياخذ ربح كثير. سكر والله سعره معروف في السوق. الحكومه مسعراه. انت قاعد كده نيل النار. انت قاعد تبيع اكثر من التسعير المعروفه. هو يعني ما كترت كده بقولوا عليها. ما كترت لا كده ما بينفع. ما كترت كيف؟ اي وبعدين الدنيا رمضان يا اخي حن على الناس دي. حلة ناس والداعية يعني. اي قالت له كده بيحصل لك كده ما يصدق. لو صدق يعمل شنو عشان يتوب يعني عشان يتوب بس استغفر الله وتوبت ورجعت الى الله. صحيح صلاتها مقبوله 40 هاي طبعا 40 يوم. الزول مشى بتاع الودع قالت له شوف لي الودع ده انا حيجيب لي ولد والله بيت. بس كلمه شوف لي الودع ده يجيب لي ولد والله بيت 40 يوم ربنا ما يقول صلاه. الله ينسوان بس الواحد يستغفر. قلنا لكم الكلام ده لكن ما بتسمعوا. انا الليله دي من الليله من قعدتنا دي ثاني ما بمسك الودع بيدي. بس الله يفتح عليك. تمسكي شنو بالجوانت يعني؟ اي يعني ما برد. الله يغفر لنا. بعدك الودع مش بالودع ده بس كمان في عندك بتاع الفنجان قاعد زي قعدتك دي شربت شربة الجبنه كفه الفنجان. اي انت عريس جاييكي ويستعدي وكذا برضه ده كلام ده بتاع ونسه يا شيخ. لا ونسه في الدين ما بتنفع. لا زول يجيب له جزادعر يخدها قدامه ويكب يشرب ويقول انا بتونس. حلة